السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة عالم باتول. نهار جديد وفيديو جديد وحليوة جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم هاد الحليوة، هادي حليوة محبوبة الجماهير، حليوة رائعة بمعنى الكلمة، هشيشة كتذوب في اليد قبل الفم كيف ما كتشوفوا، ومذاقها رائع، بنينة بزاف واقتصادية. المقادير ديالها متواجدين في كل بيت، الحليوة اللي ما كتخطا حتى شي دار. فبقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير عندنا هنايا 250 غرام ديال الزبدة، عندي 3 ديال الفرماجات وكاس ديال سكر كلاصي، عندنا بيضة وحدة، كاس ديال القوقاو اللي محمر ومطحون مزيان، نفس الكاس هو اللي غادي نعبر فيه الزيت، ونفس الكاس هو اللي عبرت به سكر كلاصي. عندنا كيس من الفاني وخميرة ديال الحلوى والدقيق. فأول حاجة كنخدمو الزبدة ديالنا والفرماج مزيان مع سكر كلاصي. هنا راني كنت ضفت واحد القبيصة ديال الملحة، كنخدمهم مزيان مزيان حتى كيوليو ليا بوماد. فإلا كنتو مجروبين عليها فديروها في الهاشوار كيف ما كنت كندير انا من قبل. كنت من كنديرها في الهاشوار كديروا الزبده وكديروا سنيده وكديروا الزيت، يعني الا كنتو غديروا في الهاشوار كديروا هادشي كامل، كيتخدم لكم يعني في ثواني، ما كتوصلوش دقيقه دغيا، كلشي كيتخلط، كلشي كيتطحن مزيان، كتولي بوماد. اما الا كنتو غادي تخدموها بيديكم غديروا كيف ما درت انا، كتخدموا في الاول الزبده وسكر كلاصي مزيان، عاد كنضيفوا الزيت. كيف ما شفتوا حتى تخدمت ليا الزبده مزيان مع سكر كلاصي. انا هاد الحلوه هادي ما درتش فيها سنيده، درت فيها سكر كلاصي، خدمتها مزيان. من بعد ضفت كاس ديال الزيت، ومن بعد هنايا ضفت بيضه وحده. غادي نخلط كلشي مزيان وانا هكا كنخدمهم بيديا. هنا غادي نزيد كاس ديال القوقاو اللي محمر مزيان ومطحون، وزدت عليها كيس من خميرة الحلوى فئة 7 غرام. صافي غادي نبقى كنضيف الدقيق اللي كنت مغربلاه من قبل، غادي نبقى كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنجمع العجينه ديالي. العجينه اللي كتكون رطبه ردوا معاها البال، ما تقصحوش العجينه ديالكم، كنبقاو كنضيفوا غير شويه بشويه حتى كنجمعوا العجينه ديالنا. كيف ما شفتوا هاد الحلوه هادي اقتصاديه بزاف، المقادير ديالها بسيطه، وبدوك المقادير راه تبارك الله كتخرج واحد الكميه اللي هي كثيره. الزبده الا كنتو غتخدموها بيديكم باش هكذا ما تعذبكمش وما تاخذلكمش الوقت بزاف، خاصكم تكونوا جابدينها من الثلاجه قبل انا ليله وهي على برا، باش هكا من كنجي نخدم بها ما كتعذبنيش. صافي هنايا بعد ما جمعت العجينه ديالي هنا كيف ما شفتوا راها رطبه بلا قياس. صافي غادي نبدا هكا كنشكلها. هنا غادي نشكلها على شكل هلال. انا ما دهنتش يديا حيت العجينه راها ما كتلصقش، يعني ما تحتاجيش انك دهني يديك نهائيا، راها العجينه ما كتلصقش. صافي كنديرهم على شكل هلال وكنديرهم في اللاطه اللي تكونوا دهنينها بالزيت اولا نفرش لها ورق الفرن. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل العجينه ديالي كامله بنفس الطريقه.
هكا مين تكونوا كتخدموا العجينه ديالكم غطيوها بالبلاستيكه باش من الفوق ما تيبسلكمش، مع كاينه الحراره باش من الفوق ما تيبسلكمش. غطيوها ببلاستيكه كيف ما راني دايره، وكتهزوا العجينه وكتخدموا. صافي بعد ما غادي نكمل، غادي ندخلها الفران اللي كنت مسخناه من قبل على نار مهيله كيف الشمعه، ما نجهدوش عليها البوطه باش تبنى على خاطرها من الداخل ومن برا. كنشعل عليها من الفوق حتى كطيب، كنهزها كنلقاها تحمرات من التحت، عاد كنشعلو عليها من الفوق، كتاخذ لنا واحد اللون خفيف هنا كيف ما شفتوا، وكنخرجها. هنا الحلوه ديالي بعد ما خرجتها، فهذه راه ماشي الحلوه كامله، هذه راه غير اللاطه الاولى، واللاطه الثانيه راها باقا في الفران. من خرجت اللاطه الاولى هكا بديت كنفندها في سكر كلاصي باش ما نضيعش الوقت، واللاطه الثانيه باقا في الفران. صافي كنديرها في سكر كلاصي مزيان كنفندوها. صافي كنفندوها وسيروا معاها غير بلاتي، راه الحلوه هشيشه بزاف، يعني الا غير تغطي عليها هكا بالجهد راه كتهرس. يعني كنبقاو كنفندوها في سكر كلاصي وغير بالمهل، هنا كيف ما كتشوفوا راه غير بلاتي، حيت راه دغيا دغيا كتهرس. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. فغنحل معكم وحده، هنا كيف ما غتشوفوا راه هشيشه هشيشه بلا قياس، وكتجي بنينه. فكنتمنىكم تجربوها، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له لايك وتشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. وبسلامه عليكم.